عمرك سالت نفسك ليه اول ما حد يقول لك ما تفتحش الباب تقوم انت وتفتح، وكانك داخل بطوله اقوى انسان فضولي في الشرق الاوسط؟ ليه الفضول جوه الانسان اقوى من المنطق واقوى من الخوف واقوى حتى من صوت امك وهي بتقول لك ما تعملش كده؟ مشاهدينا الاعزاء، مرحبا بكم في حلقه جديده. انا بقول لك الشخص اللي هحكي لك الحاجه نفسك تعرفها. هنبدا من زمان، من قبل ما يبقى فيه انترنت ولا واتساب ولا حتى جوجل ولا حتى الناس اللي كانت بتكتب خبر عاجل في الفيس من مصادر موثوقه. الانسان اللي البدايه كان عنده مشكله، الدنيا حواليه كان فيها حاجات مش مفهومه، صوت في الغابه، حركه في الضلمه، نجم وقع، نار نزلت من السماء، حد قال له ما تقربش. الحل الوحيد انه يعرف، لان المعرفه صديقي بتساوي امان. لو عرف الصوت ده ايه هيعرف يهرب ولا يستخبى، لو عرف النبات ده سام ولا لا هيعرف ياكله ولا يموت. الانسان اتخلق ومعاه اداه مهمه جدا وهي الفضول. هو مش رفاهيه، الفضول برنامج حمايه زي مضاد الفيروسات بس في شكل اسئله. مخك يا صديقي ما يحبش الفراغ المعلوماتي، المجهول بالنسبه له اسوأ شيء في التاريخ. لو عندك 99% معلومه 1% حاجه ناقصه، مخك بيسيب ال 99% ويركز على ال 1%. هو ايه اللي ورا الباقي؟ طب انا ليه ما فتحتوش؟ اكيد في حاجه مهمه، اكيد الموضوع كبير، والمصيبه المخ ممكن يخلق قصه كامله عشان يملى الفراغ ده. زي لو ما فتحش الباب دلوقتي ممكن اكون ضيعت فرصه، ويمكن في كنز، ويمكن في حد مستنيني، ويمكن المخ ما بيحبش الحاجه المتعلقه، لازم يعرف يا اما يختلف. مره واحد صاحبي في الشغل قال له ما تخشش المكتب ده ممنوع. عارف عمل ايه؟ دخل. ليه؟ عشان مخه قرر ان الباب ده بالتحديد سر الحياه، وفي الاخر لقى موظف نايم على المكتب. طب هنا بقى السؤال، هل الفضول مات؟ لا، الفضول بيكبر. عارف لما تعمل بحث في جوجل وتلاقي الاجابه بتحس كده براحه عجيبه. طب ليه؟ لان في ماده اسمها الدوبامين، دي الماده اللي بتديك احساس المكافاه. النشوه الخفيفه دي تخليك انك تحس انك ذكي جدا، كل معلومه جديده هي هديه كيميائيه من المخ. عشان كده بنحب التسريبات، بنحب الاخبار، بنحب نعرف مين قال ايه، بنحب اشياء ملهاش لازمه اصلا. المخ بيتعامل مع المعلومه زي طفل فتح له بلاي ستيشن لاول مره. ايه ده جديد؟ انا عايز اعرف. القطط يا جماعه هي اعلى كائن في العالم للفضول، الانسان بعدها مباشره. ليه؟ لان القط لو لقى كيس بلاستيك هيشمه، لو لقى فتحه صغيره هيدخل فيها، لو لقى باب مفتوح شعره هيحاول يبوظ حياته ويدخل فيها. ليه؟ لانه كائن ضخم للبحث. الانسان تقريبا كده بس ببدله وشهاده ميلاد. والمثل الشهير الفضول قتل القط، هو مش معناه ان الفضول وحش، المثل اتقال عشان الفضول يعرفك اقوى من الخطر. الانسان ممكن يخاطر بس يعرف. مثلا لو قلت للطفل ما تلمسش البوتاجاز، اول حاجه هيعملها هيلمسه. مثلا لو ماشي في الشارع وقلت لصاحبك ما تبصش وراك هيبص. مثلا لو قلت لحد فيه مفاجاه بس مش دلوقتي هيقعد يتقلب زي البطاطس في الزيت عشان يعرف. زي مثلا لو قلت لمتابعينك في سر في اخر الفيديو هيفضلوا مكملين الفيديو للاخر. الفضول مش ميزه، الفضول محرك بشري. البشر بيحبوا يعرفوا كل حاجه لان المعرفه بتديك شعور بالقوه وبتقلل من خوفك وبتبدا تحميك وبتفتح لك احتمالات وبتديك دوبامين. الفضول اللي خلى البشر يكتشفوا الكهرباء والقراءات والفضاء والجاذبيه والانسولين وحتى الميمز. ومن غير الفضول كنا هنفضل قاعدين في الكهف مستنيين النور يجي لوحده. الانسان بطبعه عنده مشكله مع اللي مش معروف. يعني مثلا لو ماشي في طريق ضلمه ممكن يبقى فيه قطه، ممكن يبقى فيه كيس، ممكن يبقى فيه هوا، ممكن يبقى مش فيه حاجه اصلا. بس مخك لا، يفضل يحدث نفسه، اكيد في حاجه، اكيد في حد مستخبي، اكيد في حاجه كبيره بتحصل. طب ليه؟ لان المجهول بيساوي خطر عند العقل، فالعقل يعمل ايه؟ يفتح بوابه الفضول. والفضول هنا مش رغبه بس، ده انذار. زي ما التطبيق يبعت لك نوتيفيكيشن يقول لك افتح في حاجه حصلت، العقل بيعملها بس بشكل بدائي شويه. اعرف ولا هتوتر طول الليل. عارف لما تعمل بحث في جوجل وتفضل تقرا عنه 5 ساعات، انت هنا بقى مش بتبحث، انت هنا بتطمن مخك. زي لما تبقى قاعد لوحدك في البيت وتسمع صوت، فانت بقى هتبدا تروح وتبص، مش عشان شجاعه، ده الفضول اللي واخدك. العلماء بيشرحوا الفضول بطريقه غريبه جدا. الفضول بيساوي جوع. ايه في ايه؟ جوع معرفي، يعني زي ما جسمك يجوع للاكل عقلك برضه بيجوع للمعلومات. زي مثلا لو لقيت معلومه ناقصه العقل بيقول انا جعان اديني اجابه، والدليل انك تقدر تمنع نفسك من الاكل والشرب والنوم، لكن مستحيل تمنع فضولك 100%. ولو حد قالك انا عندي سر بس مش هقول، انت كده وقعت في مصيبه. ليه؟ لان عمرك ما هتبطل تفكر فيه. واحد صاحبي كان كل ما يقول مش هسال مش اسهل، بعد دقيقه بالظبط يقول لي قول بقى في ايه، وبعد ما يعرف السر طب ماشي ما انا كنت عارف من الاول، ويبدا يكمل يومه عادي كأن مفيش حاجه. العقل عامل زي الطفل عايز اجابه وبس. في بقى هنا سؤال مهم، هو الفضول حاجه كويسه ولا غلط؟ بص يا صديقي انا مش هضحك عليك، هو الاثنين. الفضول هو اللي خلى البشر يخترعوا النار ويبنوا السفن ويبداوا يطلعوا للفضاء ويسالوا ليه على كل حاجه، لكن الفضول برضو اللي خلى الناس تفتح الباب اللي المفروض ما تفتحش، تجرب حاجه مش المفروض تتجرب، تشوف نوتيفيكيشن ملهاش لازمه وترجع تتوتر. فالفضول هنا زي السكين، لو استخدمته صح يساعدك، لو استخدمته غلط يتعبك. في عالم اسمه إريك براين، الراجل ده كتب بحث عن الاطفال ليه بيسالوا كل شويه ليه، وطلع ان الطفل بيسال مش عشان يتعب اهله، بيسال عشان الفضول جزء من نمو الذكاء. واحنا كبشر مكملين بنفس الطريقه، بس بدل ما نقول ليه بقى جوجل وتيك توك ويوتيوب اسئله داخليه. الناس الناجحين يا صديقي ما يقدروش يعيشوا من غير فضول. العلماء اكتشفوا ان كل شخص مبدع عنده حاجه واحده مشتركه، فضول لا ينتهي. الفضول يخليك تتعلم وتجرب وتسال وتفكر تشوف العالم بطريقه جديده، بيخليك تربط معلومات ببعض. وفي دراسه عظيمه جدا بينت ان الناس اللي بتسال كتير عندها قدره اعلى على التفكير والتحليل، مش لانهم اذكى، لا لانهم جعانين للمعلومه. تخيل معايا ان في 2 بيتفرجوا على نفس الفيلم، الشخص العادي بيتفرج ويسيب الفيلم، الشخص الفضولي بعد الفيلم على طول
بيبدا يدور على تاريخ الفيلم، بيبدا يدور على اللقطات والتحليل ويشوف مين المخرج ويبدا يشوف فين الكواليس وعاوز يشوف نهايه مختلفه. ليه؟ عشان عقله بيحب يعرف كده. ودلوقتي السؤال المهم، هل نستخدم الفضول ولا نقلله؟ الاجابه صديقي انك تستخدمه بس بطريقه ذكيه. الطريقه الاولى، اسال اسئله مفيده بدل ما الفضول يضيع طاقتك في حاجات مالهاش لازمه. اسال نفسك السؤال ده هيفيدني؟ الطريقه الثانيه، لازم تعرف قبل ما تخاف. لو حاجه مجهوله خوفتك اعرف عنها، المعرفه بتقلل الخوف بنسبه كبيره جدا. الطريقه الثالثه، خلي الفضول يحركك مش يشغلك. يعني لو في موضوع شدك اتعلمه، لو في فكره غريبه افهمها، بس ما تسيبش الفضول يتحول لقلق. الطريقه الرابعه، الفضول بيساوي القلق. بص، هو مش نهايه، يعني ما تقفش عند السؤال، كمل وتعلم وجرب. وفي النهايه يا صديقي، الانسان مخلوق فضولي من اول ما اتولد لحد اخر يوم في عمره، يسال ويكتشف ويجرب ويحاول يفهم العالم حواليه. ولو ما فيش فضول كان زماننا عايشين في الكهوف وما نعرفش غير الشمس والقمر. الفضول هو اللي خلانا نوصل للذره والذكاء الاصطناعي وكل حاجه حوالينا بتدور. فالفضول مش حاجه غريبه فيك ولا عيب، ده جزء من انسانيتك، بس استخدمه صح يا صديقي. برضه لو حد قال لك ما تفتحش الباب، اسال نفسك، هو انا داخل اعرف ولا داخل اجيب لنفسي مشاكل؟ وبكده تكون وصلت للمعادله المظبوطه بين الفضول والسلام النفسي. ما تنساش يا صديقي تخلي فضولك يرجعك للحلقات اللي فاتت، وتعمل شير وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.